سيد اهو، عطارة الاعتماد عند السوق. انا ما بجيبش الا منه الحاجه بتاعتنا بصراحه. بعد ما عملت الكفته قلنا نروح نجيب حاجه العلافه اهو. عطارة الاعتماد بتاعت عم سيد يا جماعه اللي عند السوق. احنا هنا عند السوق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما احلى الكلام الا بذكر الله والرسول عليه الصلاة والسلام. حبايبي متابعين مردة زيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. انا هوريكم الحاجات اللي جبتها من عند العطار. حبة حاجات، بصوا قد ايه دفعنا فيها 500 جنيه، عشان اللي بيقول لك الحاجة رخيصة والحاجة مش رخيصة، ولا في حاجة رخيصة ولا حاجة، كل حاجة كل يوم الحاجة بتغلى. أنا بصراحة جبت شوية حاجات كده هوريها لكم. حاجات ايه يعني، حاجات بسيطة جدا. اللي خلاني جبت بس ايه، الزيت بصراحة لقيته رخيص شوية عند العطار، فرحت جايبة من عنده بصراحة بقى. يعني الزيت ده ب57 جنيه، اسمه شطارة، مش عارفة بقى. وده هنادي، ده شطارة وده هنادي، وده هنادي وده شطارة. مدين 2 شطارة و2 هنادي، ماشي. الازازة ب57 جنيه اهي. دي انا اول مرة اجيب بصراحة الحاجات دي. انا ما جبتش الحاجات دي قبل كده والله العظيم. 500 جنيه على حبة الحاجات دي. انا مش عارفين نعمل ايه بصراحة يعني حبة توابل وحبة حاجات بسيطة. الحامل باظ. عايزة اشتري حامل والله، بس عشان اشتريه لازم انزل العتبة، ما بيتباعش الا في العتبة. انا جبت دقيق بسبوسة. انا هقول لكم بقى الاسعار بايه. بس انا اول مرة بصراحة استعمل الزيت ده يا جماعة، فهجربه واقول لكم. 4 زيت ب228 جنيه، ال 57 في 4 قولي 200 و 4 في 7 28 228. جبنا التمن اللي حبهان اهو، ده تمن حبهان ب65 جنيه. تمن حبهان بقى ب65 جنيه. دي الفورية ب10 جنيه، الخمسة يعني الواحدة ب5. انا جايبة 2 وواحدة لحمة. اللحمة بكام؟ مقاش مش عارفة، مش كاتب اللحمة بكام. ده ما كتبهاش ولا ايه؟ المدشوش نص كيلو 16 جنيه، يعني 32 جنيه الكيلو المدشوش اهو. قلت اعمل منه طعمية لان ساعات بقوم متأخرة، فما بلحقش طعمية في المحلات.
نعمل منه مثلا بصاره، نعمل فول مقلي، بنعمله يعني. القمح اهو، القمح نص كيلو اعمل منه البليله، احنا في الشتاء وبنحب، انا بحب البليله. القمح بدهولنا بكام؟ ب9 جنيه، يعني كيلو 18 جنيه. ماشي. واداني الثلاثه خلطه كفته الحاتي دي حلوه قوي، تحطيها على الكفته لما تيجي تعمليها بتدي طعم حلو قوي بدل التوابل يا جماعه، حلوه قوي قوي بصراحه. انا جبت ثلاثه بكام؟ ب 18 جنيه، 3 في 6 ب 18. ماشي. جبت ربع كيلو الملوخيه الناشفه دي، انا بحب الملوخيه الناشفه. الربع كيلو ب 15 جنيه. وكان في عنده جبنه قديمه، خدت الربع كيلو ب 20 جنيه. دي جبنه قديمه عندي، رهان بيبقى ضغطها واطي فبجيبها لها عشان الضغط الواطي. ودي الذره مش فاكره قالت لي بكام، عشان ده من عند واحد وده من عند واحد. دي الذره قالت لي بكام؟ باين ب10 نص كيلو، ده مش فاكره، ب10. ماشي. وبتاع البسبوسه السميد النص كيلو ب14، يعني كيلو ب28 جنيه ده. وجبت نص كيلو نشا ب14 جنيه، يعني 28 جنيه الكيلو. والسكر المطحون ده انا بحب احط على الكسكسي، على اي حاجه، على كتير حاجه. جبت نص كيلو ب 12 جنيه. جبنا ايه تاني؟ جبنا الشوربه الفوريه دي، كنور حلوه قوي اهي، بيقول عليها الشيف حسن. انا جبت العشرة بكام؟ ب10 جنيه، يعني كيس بجنيه، ده كيس بجنيه. دي اللي بيقول عليها الشيف حسن، الشيف شربيني. جبت ايه تاني؟ وجبت تمن فلفل اسود بكام؟ التمن البابريكا ب15. ده تمن البابريكا ب15. لكن الفلفل الاسود بكام؟ الفلفل ب17 ونص التمن، ده تمن كيلو ب17 ونص، يعني الربع ب35، يعني يقف ب140 جنيه كيلو. الفاين مخدتش حاجة تاني. الفاين اللي فوق الفورية اللي هي دي الكنور، واللي تحت الفاين 3 دول ب8 الواحدة. لا دي مش ب5، دي ب8. دي ب8، يبقى دول الثلاثة ب24 جنيه. لكن اللي فوق ال10 الفورية دي اللي هي الاكياس الفورية دي، نشر حاجة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ادي دول حبة الحاجات. بصوا قطعوا كام؟ 500 جنيه. اللي انتوا شايفينهم دول 500 جنيه. يرضي ربنا. وحاجات ايه يعني مش مهمة. يعني انا مثلا النشا مش بستعمله على طول، ولا السكر على طول، والبسبوسه ديت يعني مش على طول بنستعملها. هي يمكن الفلفل الاسود، البابريكا، المرقه، الحبهان، الشوربه اللي هي قصدي خلطه كفته الحاتي. يعني شوفوا
4 ازايز زيت كنت بجيبهم والله ال4 دول ب100 جنيه، وكنت بجيبهم ب80 وب90. شوفوا بقى بكام. وده حاجه جديده انا لسه ما استعملتهاش، يعني لسه هستعملها واشوفها. انا بستعمل الحلوه، الحلوه جميله وما بتطرش. ده هستعمله وهشوف هيبقى عامل ازاي. ادي شويه حاجات. السمن الحبهان، انا عندي هنا حبهان مطحون عشان كده رحت جايبه ده. انا اتمنى ده احطه على الشوربه، على الرز البسمتي، على اي حاجه بقى انا بحب احطه، اللي هو بروح مدقدقه واروح حطاه ويبقى طعمه حلو قوي الحاجه. والملوخيه والحاجه كلها دي وكده. يبقى انا ايه، وريتكم بس حاجات انا لسه ما جبتش حاجه. انا لا جبت رز ولا جبت مكرونه ولا جبت شعريه وما جبتش حاجات تاني كتير قوي. يعني في حاجات انا لسه ما جبتهاش كتير، لما اجيبها اوريها لكم. علبه السمنه ما جبتهاش. علبه السمنه قالت 90 جنيه. علبه السمنه روابي ب 90 جنيه. الشهر اللي فات واخداها انا بكام؟ ب 85. ب 80 واخداها ب 80. الشهر ده بيقول لي ب 90 جنيه. 10 جنيه نط مره واحده كده. انا بقول لكم، انا اتكلمت مع بياع من البياعين بقول له انتوا اللي بتغلوا الحاجه كده. قال لي ما تتكلميش معايا، ما تقوليش، لان احنا مش احنا اللي بنغلي، ده اللي هو المستورد والناس اللي بره هم اللي بيغلوا. فربنا يكون في عوننا بصراحه، وربنا يلطف بينا. احنا بجد في زمن، يعني لما حبه توابل وما اعرفش ايه زي ما انتوا شايفينها كده ب 500 جنيه. ايه ده؟ حول الله يا رب. اذا كان السوق الفراخ جايباها بالشيء الفلاني قد كده، يلا الحمد لله. كل اللي يجيبه ربنا كويس طالما بنلاقي الحاجه. بس الفكره طيب بنلاقي الحاجه وما فيش فلوس. طيب انت شايف بقى الدنيا غليت، راضينا اعمل لنا بقى، علمنا المعاشات والمرتبات. لان الحاجه اللي كنا بنجيبها ب 300 بقت ب 1000، والله 3 اضعاف بالظبط. يعني انا في الحاجات دي كنت كلها بجيبها بكام؟ مفيش 150 جنيه، ادفع فيهم 500 جنيه. ربنا يرحمنا بجد، ربنا يرحمنا ويحسن ختامنا. دول فراخ، دول مرقه فراخ، لكن دي مرقه لحمه. ودي الشوربه الفوريه اللي قايل عليها الشيف الشربيني. انا قلت اجيبها اجربها، انا لقيتها قدامي بالصدفه كده يعني. انا فقلت اما اجربها واشوفها زي ما هو بيقول ولا لا. وادي الحبهان، وادي هنادي، وادي الشطاره، وادي هنادي تاني، وادي شطاره تاني. وادي الملوخيه الناشفه اهي، وادي الجبنه القريش. والله انا عارفه اقول لكم ايه بصراحه، بس انا حبيت اقول لكم وخلاص الاسعار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.